عمرك سألت نفسك ليه كل يوم في إعلان جديد وخصومات موبايلات جديدة حتى عروض أقساط مغرية؟ ليه ساعات بنشتري حاجات مش محتاجينها فعلا؟ النهارده هنتكلم عن الاقتصاد السلوكي واللي مش بس فكرة عامة، ده كمان واقع عايشينه في مصر. الاقتصاد الاستهلاكي يعني ببساطة إن المشتريات بتاعت الناس هي اللي بتحرك الاقتصاد. في أمريكا مثلا 70% من الاقتصاد قائم على الاستهلاك، وفي مصر يمثل 80% من الاقتصاد. الموضوع ظاهر جدا مش بس في المحلات ولا العروض، لا كمان في التمويل. في تقرير حديث ظهر ان حجم التمويل الاستهلاكي في مصر وصل ل 61.3 مليار جنيه في 2024، واستفاد منه حوالي 3.3 مليون عميل. يعني الاستهلاك هنا مش بس كاش، ده كمان بالتمويل والاقساط. البنك المركزي المصري اعلن في تقرير حديث ليه ان عدد بطاقات الائتمان ارتفع من 5.640 بطاقه في نهايه 2023 الى 6.323 بطاقه في نهايه 2024. يعني في سنه واحده زادت البطاقات 682,893 بطاقه جديده، ومعدل نمو سنوي 12.11%. الارقام دي بتوضح قد ايه الاعتماد على فيزة المشتريات بقى جزء اساسي من الاستهلاك في مصر، واللي في نفس الوقت بيزيد الضغوط على الاسر لو الاستهلاك خرج عن السيطره. الحكايه بدات منين؟ بدات بعد الثوره الصناعيه، المصانع بقت تنتج كميات ضخمه وكان لازم يلاقوا ناس تستهلك. ومع التلفزيون والاعلانات ظهرت ثقافه كل ما تشتري اكتر كل ما تعيش احسن. النهارده في مصر نفس الفكره، اعلان شيبسي او اعلان عصير او اعلان عن شاشه تتاثر على 36 شهر. الاقتصاد الاستهلاكي ليه مميزات برضه، بيوفر وظائف، بيشجع الابتكار، وبيوفر حاجات كتير لينا في حياتنا. حتى الذكاء الاصطناعي بيأثر على الاستهلاك. دلوقتي الموضوع ما بقاش بس اعلان في التلفزيون او بانر في الشارع، لا احنا دخلنا على عصر الذكاء الاصطناعي. بقى في خوارزميات بتحلل سلوكنا على الموبايل، ايه اللي بنتكلم عنه حتى في الجلسه مع اصحابنا. ساعات تلاقي نفسك بتتكلم عن حاجه او جزمه رياضيه مثلا، وفجاه يطلع لك اعلان نايك او اديداس على الفيسبوك او الانستجرام. ده معناه ان الاستهلاك بقى موجه بدقه رهيبه. الشركات بقت تعرف انت محتاج ايه قبل ما انت نفسك تاخد قرار، وده بيدي ميزه للمستهلك انه بيلاقي كل اللي بيدور عليه في اسرع وقت. احكي لكم حكايه، شركه موبايلات كبيره قررت تنزل باصدار جديد للموبايل. الفرق الحقيقي بينه وبين الاصدار القديم لمجرد تحسين في الكاميرا ولون جديد اسمه تيتانيوم بلوم. الشركه صرفت ملايين على الاعلانات، صور مع ممثلين وفيديوهات، وعرض تقسيط من فاليو وكونتاكت. الناس بدأت تحس إن الموبايل القديم بتاعها خلاص قديم ومش مواكب العصر رغم إنه شغال، وفجأة الطوابير ملت المولات والمحلات على الموبايل، كله عايز يشتري الإصدار الجديد. القصة دي بتورينا قد إيه الإعلان والتسويق والتمويل يقدروا يغيروا قرار المستهلك ويخلوا الناس تشتري حاجات مش محتاجينها فعلا بس عشان يحسوا إنهم جزء من الموضة. الاقتصاد الاستهلاكي مش مجرد ليه مزايا بس، لا ليه كمان عيوب وعيوب كبيرة جدا. الاستهلاك المبالغ فيه بيزود الديون. ناس كتير في مصر بقى حياتها كلها قائمة على الاقتصاد. في تقرير من هيئة الرقابة المالية بيقول إن تم منح 45 رخصة في 2024، يعني المجال بيتوسع بشكل رهيب في التمويل الاستهلاكي في مصر. فعليا في السوق المصري في شركات كبيرة زي فاليو وكونتاكت بتقدم حلول تقسيط وتمويل استهلاكي، ممكن الإلكترونيات لحد التعليم والسفر. ده بيدي للناس فرصة أكتر تشتري، لكن في نفس الوقت لو الاستهلاك ده خرج عن السيطرة الديون بتتراكم. الاستهلاك كمان بيأثر على البيئة وبيخلق ضغوط اجتماعية، لازم أجيب موبايل جديد عشان ابان، وكمان بيزود الازمات الاقتصاديه لو الاستهلاك فاقد قدره الناس على السداد. ايه البدائل؟ الاستهلاك المستدام، اشتري اقل بس احسن، او بمعنى صح الاقتصاد التشاركي، زي استخدم اوبر بدل ما اشتري عربيه واقسط. وهنا هنصحكم، اول حاجه اسال نفسك قبل ما تشتري، تجد حاجه دي فعلا ولا لا. تاني حاجه اعمل ميزانيه، قسم دخلك للضروريات والادخار والباقي للرفاهيه. تالت حاجه فكر في البدائل بدل ما تشتري كل حاجه جديده او تشتري مستعمل بجوده كويسه. الاقتصاد الاستهلاكي موجود حوالينا كل يوم، في الشارع، في المول، وفي التطبيقات اللي بتعرض اقساط على كل حاجه، والارقام واضحه. تمويل استهلاكي 61 مليار جنيه، 3.3 مليون عميل، واكثر من 6.3 مليون بطاقه ائتمانيه شغاله في السوق المصري. وكمان شركات زي فاليو كونتاكت بقت تقدم حلول تقسيط على كل حاجه ممكنه تتخيلها وممكن لا تتخيلها. السؤال بقى، انت اخر مره اشتريت حاجات واستخدمت فيزة المشتريات كانت حاجات ضروريه فعليا ولا رفاهيه؟ ابعتوا لي تجاربكم ونشاركها في الحلقه الجايه. دي كانت حلقتنا النهارده من بودكاست فلوس الناس مع احمد عشرف.